السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وستر وخير. جبت ذرة عشان تشويه في البيت وبعد كده لقيتيه ناشف، هترميه؟ لا ما ترميهوش. تعالي النهارده اقول لك ممكن نعمل ايه بالذرة المشوي. هنشويه بس مش على النار ولا في الفرن، هوريكي طريقة حلوة جدا. مامتي ربنا يديها الصحة يا رب، والدتي كانت بتعمله لنا واحنا صغيرين. تعالي كمان انا اقول لك ممكن تعملي بيه ايه. الذرة ده كان جاي لي هدية، وبعد كده بعد ما كنت هشويه لقيته ناشف، قلت والله لا اعمله زي ما كنا بنعمله زمان وبالمرة اوريكم بنعمله ازاي. جبنا الذرة طبعا قشرناه. دي مش الطريقة دي ما تنفعش في الذرة الطري عشان مش هتعرفي تفصصيه. فصصته خدت اول صف كده بالسكينة زي ما انت شايفة. معلش هي الكاميرا مش مبينة قوي، بوريكم ان هو ناشف حتى معلمش في السكينة. يعني اللبن اللي بيبقى في الذرة ده مش موجود، فهي الذرة ناشف. هفصصه كده بايدي، هشيل اول صف بس بالسكينة وبعد كده هفصصه بايدي بطريقة بسيطة جدا ما بياخدش اي وقت خالص. وممكن تقطعيه كده بالسكينه زي ما انت شايفه كده، بس انا بفضل ان انا افصصه بالسكينه. ما تنسيش بقى تتابعيني على قناتي عشان ان شاء الله هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. واتمنى لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. هفصص بقى كل الكميه اللي معايا دي بمنتهى البساطه زي ما انتم شايفين كده، ونشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. بصوا بيتفصص بايديا بمنتهى البساطه ازاي، ما بياخدش وقت خالص. كده فصصتهم كلهم خلاص. بصوا طلعوا بسم الله ما شاء الله، يعني حبة حلوين كده. فضلوا كام واحدة كده طراي. الطريقة دي زي ما قلت لكم ما تنفعش في الذرة الطرية. بصي دي طرية فما فصصتهاش، هخليها وفي اخر الفيديو هوريكم انا عملت فيها ايه. هشويهم برضو بطريقة سهلة قوي لان هما كانوا 3 بس، فمش محتاجين ان انا اولع ولعة ولا احطهم في الفرن. هروح بقى في طاسة من غير مادة دهنية ومن غير اي حاجة خالص، طاسة فاضية. وهنزل بقى الذرة اللي احنا فصصناه وعلى نار هاديه كده بقى، ونبتدي نقلب فيه. اوريكم بقى دلوقتي. بصوا بقى المعلقه بتاعتي الجميله دي، انا استخدمت الكوز بتاع الذره اللي بيبقى عليه حبوب الذره، عملته زي المعلقه وابتديت اقلب فيه. هفضل اقلب كده يعني 10 دقايق ربع ساعه على نار هاديه كده بمنتهى البساطه. كل شويه اقلب فيها تقليبه لحد ما يبتدي لونه كله يغير معايا. على فكره انا بحب الطريقه دي اكتر من المشوي، لان حبايه الذره بتبقى كلها واخده لون، مستويه من كل مكان. بصوا انا لسه عايزاه لونه يغمق اكتر من كده شويه او ياخد لون اكتر من كده شويه. لازم نعمل لو قلينا الذره بالطريقه دي، ده اسمه ذره مقلي. اللهم صل على النبي. ناكله على طول وهو سخن، ما نسيبوش يبرد، لو سيبناه برد هيجلد وما يبقاش حلو. الذره عموما مشوي او في الفرن او على النار لازم يتاكل سخن. جربوا الطريقه دي حبايبي وقولوا لي رايكم ايه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واتمنى يا رب تكونوا بتستفادوا اي حاجه من الفيديوهات بتاعتي. وبألف هنا وشفا، وانتوا شايفين شكله في منتهى الجمال ازاي. دول بقى ال3 اللي كانوا طراي زي ما قلت لكم في طاسه برضو، طاسه تكون